السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم رح يكون تحدي تقليد أفضل مهارات لاعبين ريال مدريد. إن شاء الله رح تكون سلسلة جديدة بالقناة، ورح نصير كل فترة وفترة ننزل تحدي ضد نادي معين، فاكتبوا لي اسم النادي اللي حابين نقلد مهاراته بالتعليقات. بالفيديو الجاي بدي أطول كثير بالمقدمة، رح يكون معي 4 مهارات للاعبين ومهارة واحدة للمدرب رح تكون أو من القادة التدريبي. خلينا نبدأ المهارات، كل مهارة رح يكون معي 7 دقايق بس. خلينا نبدأ. اوكي، على طول خلينا نبدأ بالمهارة الأولى، واللي حتكون ما رح يكون معي 7 دقايق، رح يكون معي بس 3 محاولات، لأن المهارة كثير سهلة وما اتوقع انها تاخذ معي حتى محاولتين. يعني ان شاء الله من المحاوله الاولى بسويه. كما انكم شايفين مهاره لفينيسيوس سوى مهاره كروس اوفر، فهالقد لازم اسويها انا، بس معي 3 محاولات وان شاء الله من اول محاوله بسويها. خلينا نبدا. اول محاوله، بسم الله. الحمد لله، هيك من اول محاوله سويتها مرتين كمان. مهاره سهله نبدا فيها المقطع، والتحديات الجايه رح تكون صعبه كثير. خلينا نروح ننتقل للتحدي الثاني. التحدي الثاني او المهاره الثانيه اللي معنا بهذا الفيديو لمودريتش. طبعا شغله صغيره نسيت احكيها بالفيديو، اللي هي ان مثل ما شفتوا تغير لبسه، فانا جيت بغير يوم بعد ما سويت التحدي، روحت وجيت بغير يوم، بس مشان لاني نسيت احكيها بالفيديو فمشاهده ممتعه. فمثل ما انكم شايفين ضربها بخارج القدم وجابها هدف بال90. طبعا بهذا التحدي ما رح يكون في فائده للحارس، لانه طابه بال90 وكثير صعب انه يجيبها او اشبه للمستحيل. رح احط قص بال90 مثل ما انكم شايفين، حطيت قص بال90 ولازم اجيبها بخارج القدم. هذا التحدي كثير انشهر لمودريتش، فرح نبدا 7 دقائق ونشوف اذا حقدر اسويه بس بخلال 7 دقائق ولا لا. خلينا نشوف. بدينا 7 دقائق، خلينا نشوف. التحدي الثاني ما سويناه، مثل ما شفتوا راح اغلب الوقت انا عم اركب القوس واجيب الطابه. القوس كان كل شوي يقلب فاروح اركبه، والوقت كله ضاع على القوس والطابه، وكثير زعلان على هالتحدي لان التحدي مو صعب كثير، لكن على العموم بدنا نكون راضيين. تحدي من اصل تحديات سويناها لحد الان، ان شاء الله بنعدل بالتحديات الباقيه. تحدي كثير سهل راح علي. على العموم خلينا نروح ننتقل للتحدي الثالث. التحدي الثالث بما ان لساتنا عند الملعب وحاطين القوس بال90، فهي مهاره لفينيسيوس، هدف بال90 باص عيون بالزاويه البعيده. فتحدي صعب ما لازم استهزئ فيه. ان شاء الله رح احاول اني اسوي هذا التحدي خلال ال7 دقائق اللي معي، حتى نجيب 4 تحديات من اصل 5 بهذا الفيديو، لان التحدي الثاني راح. فان شاء الله بقدها وبقدر اسويه. خلينا نبدا 7 دقائق. بدينا 7 دقائق، نقول بسم الله ونبدا التحدي. اول محاولتين كانوا قراب كتير، وان شاء الله بقدر اسويه، والتحدي مو صعب كتير، فخلينا نكفي المحاولات. هيك تحدي ثالث دان، ما اخذ معي كتير وقت، اخذ تقريبا دقيقتين، تقريبا 4 أو 5 محاولات بس. هيك التحدي الثالث دان، تحديين من اصل 3 لحد الان. ان شاء الله باقي معنا تحديين وان شاء الله بنسويهن عشان نجيب ال4 من 5. خلينا نروح ندخل نشوف التحدي الرابع شو هو. التحدي الرابع اللي معنا بهذا الفيديو تحدي صعب ومو سهل ابدا. مهارة لميليتاو، مثل ما انكم شايفين المهارة مهارة جدا صعبة. 7 دقايق ما بعرف رح تكون كافية اني اسوي التحدي ولا لا، وخاصة ماني مجرب اسويها من قبل، فالمهارة رح تكون صعبة علي، لكن رح نشوف هل 7 دقايق رح تكون كافية ولا لا. خلينا نبدا 7 دقايق ونشوف. 7 دقايق بديناها، فخلينا نبدا ونحاول بهالمهارة.
التحدي الرابع والمهارة الرابعة الحمد لله دان. التحدي كان جدا صعب، لكن كان الغلط بالبداية اني عم اسويها تنزل على اجري اليسار، وهذا الشيء بصعب التحدي. بعدين حاولت اني اسويها على الاجر اليمين، وكان التحدي اسهل بكتير. الحمد لله التحدي الرابع سويناه، وباقي اخر تحدي. اوكي، اخر تحدي اللي ما حيكون معنا اليوم ما راح يكون للاعب، حيكون هذا التحدي لواحد من الكادر التدريبي مثل ما انكم شايفين. ضرب طابة هاف فولي وجت بالعارضة. طبعا عارضة لعبته، وان شاء الله السبع دقائق رح يكونوا كافيين اني اسوي هالتحدي. طبعا التحدي رح يكون اصعب من اللي على الطاير لانه هاف فولي. ف خلينا نبدا السبع دقائق ونبدا التحدي. 7 دقائق بديناها هلا، خلينا نبدا المحاولة. يعني بكفي، اخذت وقت اكثر من اللازم. مثل ما شفتوا هيك التحدي الخامس كمان ده جبنا 4 تحديات من 5، والتحدي الثالث الثاني كان سهل، لكن مثل ما شفتوا اللي صار. الحمد لله هيك 4 من 5 رضيان فيها. التحدي الاخير جبناه تقريبا خلال 5 دقائق، وكان اصعب مما توقعت بشوي، لكن الحمد لله سوينا. لهون بكون خلص المقطع. اذا لسه ما اشتركت انزل واشترك، فعل زر الجرس وحط لنا قاعدة فيديو، وهيك بكون خلص المقطع. سلام.